السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم طريقتي في تحضير السردين الكواري باسهل طريقه وفي اقل وقت. كنت ما معولش انني نصور وقلت نتقاسم معكم الطريقه ديالتي لربما تعجبكم. كان نحتاجوا لواحد الكيلو ديال السردين اللي كناخذوه كنطفوه كنحيدوا ليه القشره وكنطحنوه على شكل الكفته. من بعد كندير ليه العطريه، كندير في واحد البول 4 المعالق ديال القزبر ومعدنوس. كندير كل حاجه منا معلقه صغيره ديال الابزار، سكينجبير، التحميره والكمون والسودانيه والملحه. كندير واحد شويه ديال اوراق الغار كيكونوا عندي مطحونين والثومه محكوكه، واحد جوج الريوسه صافي، وعصير ديال الليمون الحامض. كنخلطهم، كناخذ واحد شويه كنحطو مع في الطاجين والباقي كنعجن به هذوك السردين وكنديروا كواري. كناخذ الطاجين، كندير واحد 3 الحبات كبار ديال المطيشه كنقطعهم على شكل مربعات. كندير ديك العطريه وكندير الزيتون والحامض والفلفله حاره كنخليهم يطيبوا. من بعد كنحيدهم، كنخلي غير مطيشه. كنزيد داك الحوت اللي انا قليته، ومن بعد كنستف الزيتون والحامض والفلفله حاره، وكندير واحد 3 الحبات ديال الفلفله حلوه اللي نشويها وكنغسلها كنقيها وكنقطعها على شكل طولي صافي، وكنزينوا بها الطاجين كيف ما كتشوفوا. وكنديروا الزيت باش ما ننساش صافي، وكنخليوهم هنا. كنرجعوهم يعني السردين كيكون مقلي نص قليه. كنزيدوا الزيتون والحامض والفلفله حتى هما كيكونوا طيبين نص طيبه صافي. كنكملوا ليهم الطياب. الفلفله الحلوه كتكون مشويه، كان غير كتاخذ ديك المذاق ديال العطريه وديال هذا صافي. يكون عندنا الطاجين ديالنا واجد، يعني كيوجد باقل وقت وبسرعه بالزربه، يعني كنوجدوه صافي. ومن بعد كندير غير شويه ديال الماء. ما كنحاولوا اننا ما كنكثروش الماء حيت المطيشه كتطلق الماء. كندير واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس من الفوق صافي، وكنقدموا الطاجين ديالنا بالصحه والراحه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنسونيش بواحد لايك والاشتراك، وتخليوا لي واحد تعليق باش تقولوا لي كيفاش جاكم الطاجين ديال اليوم. هذه هي طريقتي. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. شكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد. مع السلامه، ونخليكم مع بقيه الفيديو.